قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل أيها الرسول آمنا بالله إلها وأطعناه فيما أمرنا به، وآمنا بالوحي الذي أنزله علينا وبما أنزله على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وبما أنزله على الأنبياء من ولد يعقوب، وبما أوتي موسى وعيسى والنبيون جميعا من الكتب والآيات من ربهم، لا نفرق بينهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، ونحن منقادون لله وحده مستسلمون له تعالى. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يطلب دينا غير الدين الذي ارتضاه الله وهو دين الإسلام فلن يقبل الله ذلك منه وهو في الآخرة من الخاسرين لأنفسهم بدخولهم النار. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. كيف يوفق الله للإيمان به وبرسوله قوما كفروا بعد إيمانهم بالله وشهادتهم أن ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حق، وجاءتهم البراهين الواضحة على صحة ذلك، والله لا يوفق للإيمان به القوم الظالمين الذين اختاروا الضلال بدلا عن الهدى. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن جزاء أولئك الظالمين الذين اختاروا الباطل أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فهم مبعدون عن رحمة الله مطرودون. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. خالدين في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم عذابها ولا هم يؤخرون ليتوبوا ويعتذروا. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين رجعوا إلى الله بعد كفرهم وظلمهم وأصلحوا عملهم فإن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم واستمروا على كفرهم حتى عاينوا الموت لن تقبل منهم التوبة عند حضور الموت لذهاب وقتها، وأولئك هم الضالون عن الصراط المستقيم الموصل إلى الله تعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا على كفرهم فلن يقبل من أحدهم وزن الأرض ذهبا ولو قدمه مقابل انفكاكه من النار، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين يوم القيامة يدفعون عنهم العذاب.